الشكر كل الشكر لزملائنا الأعزاء في الاستوديو. بسم الله أعزائي وأحبائي المستمعين والمشاهدين، أسعد بكم دائما وأبدا المعلق خالد عبد الكريم، لننقل لكم هنا وبالوصف التفصيلي وتحديدا من ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالمملكة العربية السعودية للتعليق على هذه المباراة الهامة والمنتظرة والمرتقبة والقوية، فهي إحدى قمم الكرة العربية وعصب الكرة السعودية، ديربي الرياض وجدة، متمثلة في نادي الاتحاد صاحب العواصف والرياح الصفراء التي تعلو وتغزو وتبحث دائما عن البطولات لإسعاد محبيها وعاشقيها، أمام نادي الهلال صاحب الموجات الزرقاء التي لا تكل ولا تمل، فهي تهاجم بقوة وبشراسة كل من يحاول أن يحطم أحلام محبيها وعاشقيها في البطولة العربية في الدور ربع النهائي في هذه البطولة التي هي بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية سمو الأمير محمد بن سلمان راعي المملكة العربية السعودية بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة. الهلال والاتحاد والهلال فكلاهما صاحب المركز الأول والحاصل على بطولة الدوري العام الموسم الماضي وقبل الماضي. ففي الموسم الماضي كان البطل هو نادي الاتحاد السعودي وكان الهلال هو الوصيف، أما الموسم قبل الماضي فكان الهلال هو البطل وكان الاتحاد هو الوصيف، ولذلك فهي قمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. خش على تشكيل الناديين. نبدأ تشكيل نادي الهلال بيمثله عبد الله المعيوف في حراسة الشباك، الرباعي الخلفي الشهراني باك شمال وسعود الحميد باك يمين والبلايهي وكوليبالي اتنين مساكين، روبن نفيز ومحمد كينو في وسط الملعب، سالم الدوسري جناح شمال ودلجادو جناح يمين، وفي الهجوم سيرشي سافيتش ومالكوم فيليبي تحت قيادة المدير الفني وجورجي جيزوس. تشكيل نادي الاتحاد بيمثله مارسيلو جروي في حراسة الشباك، مهند الشنقيطي جناح يمين واحمد مسعود مهند الشنقيطي باك يمين وبمسعود باك شمال والشراحيل وأساوي اتنين مساكين، نقولوا كانتي كورنادو في وسط الملعب، صالح على جمعان جناح يمين ورومارينو جناح شمال، وفي الهجوم جولو كوتا وكريم بنزيما تحت قيادة المدير الفني ونونو سانتو. بيكون تحكيم اليوم الحكم الدولي عبد الرحمن الحاسم، بالإضافة لتقنية الفيديو. وبدأ اللقاء وبنزيما يلعبها حلوة بينية للشنقيطي، انما جاي يوقف وقع وتوصل لرومارينو اللي بيلعبها عرضية هناك، انما يطلعها سعود عبد الحميد اللي جاي يقوم بالدور الدفاعي. هجمة لنادي الهلال ونزل كده في وسط الملعب، نزل كده نقوله كانتي والله ضروب النفيز، ادي نزل له كده ماشي، هيعمل ايه؟ ادي جاي له كده ميشيل دلجادو ويلعبها ناحيه اليمين هناك لناصر ويلعبها انما بعيده، طلعها ضربه ركنيه المدافع الصلب احمد الشراحيلي، والركنيه مش ممكن يا سيرشي سافيتش يعلن عن اول اهداف اللقاء في دقيقة 14. هنا في زقة، هنشوف بقى الحكم والفار يحسبوها ولا ايه، انما اللي فيها حلو قوي اللاعب روبن نيفيز يطلع من اعلى نقطة، كان في اتحاد كده مع رومارينو، انما سيرشي سافيتش يحط اول اهداف اللقاء، وهنشوف بقى الحكم والفار يقولوا انما تيجي على يمين مارسيلو جروي لتسكن شباكه في اول ربع ساعه، وادي كده الالتحام، وادي كريم بنزيما كان قايم بيقوم بالدور الدفاعي، انما من سبقهم كلهم واعلى منهم كلهم سيرجي سافيتش عشان يبقى اول اهداف اللقاء. اعتقد الحكم عبد الرحمن الحاسم حسب اللقاء، وهجمه ثاني لنادي الهلال والدوسري مع الشنقيطي، هيعمل ايه الدوسري؟ يلعبها كده ليه مالكم وياخدها تاني الدوسري، هيعمل ايه؟ نزل له ياسر الشهراني الباك الشمال ودخله قويه كده من اللاعب صالح وتوصل
محمد كينو يفتح هناك لميشيل ديلجادو. ميشيل ديلجادو يعمل ايه؟ وحب يعدي، انما اعتقد بقى هنا يعني دخل عليه مهند الشنقيطي. هنشوف هنا الحكم بيدي انذار بداعي التمثيل لميشيل ديلجادو. وادي طبعا مالكوم فيليب بيقول له يا ميشيل مش وقت تمثيل يا ميشيل. وطبعا الحكم عبد الرحمن الحاسم يعني بيقول له العمليه مش ناقصه، هو اللقاء ملتهب جدا. مباريات الاتحاد والهلال والاتحاد بتبقى على اعصاب وعلى صفيح ساخن جدا. وادي رومارينو يعدي من الاول والثاني ما يخش في الزحمه، والكسره تكسب الشجاعه طبعا يا رومارينو. دخل عليه سعود عبد الحميد، وانما طبعا يعني ومعاه كوليبالي اخذوها منه طبعا بمنتهى السهوله، لكن كان مجهود شخصي من رومارينو. من ناحيه اليمين هيعمل ايه؟ هنشوف يلعبها ارضيه، والدوسري كان مستنيها ويشوطها روبن نيفيز، انما تخبط في القائم الشمال لمارسيلو جروي. احنا بنلعب في الدقيقه 34، ولكن حتى الآن محاولات الهلال هي اللي أكتر. وآدي ميشيل ديلجادو لروبن نيفيز حتى هيئها له وحطها له، إنما تيجي في القائم اللي ينوب عن مارسيلو جروي، وشوطة حلوة من روبن نيفيز. الهلال هو اللي بادي أنشط، وهو اللي بادي أخطر، وهو اللي مستحوذ وباين، وهو اللي سجل هدف. وآدي 1-2 ما بين اللاعبين، ودخلة قوية قوي من ميشيل ديلجادو. يعني يا ميشيل يا ديلجادو يعني اقول لك ايه بس، انما اخذ انذار. وتشوف بقى هنا اللعيبه طبعا هتتكلم مع الحكم، لان هو طبعا ميشيل ديلجادو واخد انذار. لو اخذ انذار ده هتبقى الانذار الاحمر، ولسه ما كملناش دقيقه 35. اعتقد هيبقى في تحذير شفهي من الحكم الحاسم عبد الرحمن الحاسم. بص حضراتكم، دخله قويه قوي يعني على لاعب نادي الاتحاد، يعني كانت دخله قويه على احمد بمسعود، لكن يعني اعتقد هو ما كانش يقصد، ولا ده جولو كوتا اللاعب بتاع نادي الاتحاد. انما ميشيل ديلجادو من اللعيبه اللي ما بتعملش يعني التحامات بدون كوره، لكن اعتقد وادي هجمه لميشيل ديلجادو، هو اللي يعني نجم اللقاء حتى الان، واكثر لاعب لبس كوره واكثر لاعب ليه محاولات. انما اعتقد ما فيهاش حاجه يا ميشيل يا ديلجادو، هيقوم على طول لانه خايف بقى من الانذار الثاني. انما هنا ممكن يقع ميشيل ديلجادو، انما بص حضراتكم بينيه حلوه قوي، انما اعتقد ما فيهاش حاجه. هنشوف بقى الحكم عبد الرحمن هيقول ايه. ادي تتلعب تاني لنادي الهلال، وادي اعاده، والفار بيقول ايه؟ لا مفيش تسلل على ميشيل ديلجادو. وكان ما هناك طبعا مغطي اللاعب احمد بمسعود، ولا زكريا وساوي هو اللي كان مغطي، انما ده حسبها ضربه جزاء. والدوسري مش ممكن، سالم الدوسري يحط الهدف الثاني في الوقت الضايع في الشوط الاول. هيعمل ايه؟ ماشي الدوسري ويلعبها هناك، يا مش ممكن. مالكوم فيليبي الدوسري، ناصر الدوسري اداله ايه؟ ده اداله شيك على بياض، انما مالكوم ما قبلش الشيك، وينتهي الشوط الاول بهدفين لا شيء لنادي الهلال. لا، نادي الهلال احسن ومنتشر اكتر نادي الاتحاد السعودي، وتشعر ان حتى الان ما هواش في حالته ولا في مكانته، واللعيبه الخطوط مش متقاربه بينها وبين بعضيها. هل غياب حجازي وطارق حامد عامل دور؟ هنشوف. وهجمه مش ممكن يرد عليا اللاعب الموهوب من هدف ملعوب عن طريق رومارينو. يا سلام على احلى كلام ولغه الانسجام ما بين صالح على جمعان ورومارينو. 2-1 يحط رومارينو الهدف الاول في الدقيقه 56، ويشتعل اللقاء وتتجدد الامال مره اخرى للاتحاد اللي انتفض وانتشر وبدا يكشر على انيابه ويعلن عن نفسه ويعمل ايه؟ نقوله وجاي له صالح ويلعبها، انما دفاع من نادي الاتحاد، دفاع من نادي الهلال. ادي روبن نيفيز، انما لسه يوقف، دخل عليه نقوله كانتي وخدها اللاعب المحترف في نادي الاتحاد والشهراني، وضربه ركنيه توصل لرومارينو في منطقه الجزاء. يا كده، انما يضربه لخمه ويلعبها حلوه، يلعبها حلوه قوي اللاعب إيجور كونادو. ونجم نادي الهلال وياسر الشهراني يوقف ويلعبها ارضيه هناك، مش ممكن
يا سلام على احلى كلام واللغة الانسجام ما بين ياسر الشهراني. يا سلام عليك يا ياسر، يلعب عرضية بلسم توصل الى مالكوم فيليبي عشان يحط الهدف الثالث، ومش ممكن. الاتحاد بسرعة عاد، ولكن تألق من عبد الله المعيوف من كرة رومارينهو. يا المباريات الجميلة والحلوة والمبدعة والممتعة والمقنعة. الاتحاد والهلال مباراة دائما بتبقى عال العال. يا سلام، كورة جميلة، لعيبة كلها حمل وليها ثقل. ويا سلام عليك من اعلى نقطة جولو كوتا. انما يا سلام عليك يا عبد الله يا معيوف، على مرتين ينقذ نادي الهلال من الهدف الثاني. وفي كلام من الفار واستدعاء للحكم عبد الرحمن الحاسم. هل هنشوف بقى فيها ايه؟ هنشوف هنا، نشوف بس اللقطة دي. هنا رجل اللاعب بتاع نادي الهلال اللي هو علي البلايي، يعني لمس كده في رومارينو. بس هل هو بعد ما شاط الكرة هل بقى الحكم هيحسبها ولا مش هيحسبها؟ هنشوف قرار الحكم عبد الرحمن الحاسم في هذه اللقطة. هل هنشوف بقى هيحسب ايه عبد الرحمن؟ هنقول حسب ضربة جزاء لنادي الاتحاد. يا سلام على دي كورة، ادي ايجور كورنادو بيقول له لا مش ضربة جزاء، ده ضربة جزاء وانذار يا ايجور كورنادو. وكأن الحكم عبد الرحمن الحاسم مرضيش يزعل ايجور كورنادو ويدي انذار للبلايي، ويخش كريم بنزيما. يا راجل مش ممكن يا بنزيما، كله الا انت يا كريم. يا كريم يا بنزيما، ده انت من اللعيبه الحريفه. انما التوفيق وعدم التوفيق ده جزء من عالم كره القدم يا جماعه. وادي اللعيبه جايه طبعا بتقول ضربه جزاء لصالح نادي الهلال في منطقه الجزاء، بداعي طبعا الخشونه من اللاعب نادي الاتحاد. وادي الكلام مع الحكم، وطبعا يعني ده دور الحكم. اللعيبه تركز في الملعب، توصل للاعب مالكوم فيليبي من ناحيه الشمال، وهيبتدي بقى المباراه تشتعل. وكلام مع الحكم، وانا مش شايف داعي للعصبيه ما بين كوليبالي، يعني ملاش لازمه وعوض ان نشري لاعب نادي الاتحاد طبعا على الحكم. العصبيه دي طبعا ادي الجمهور. طبعا مباراه اي نعم عصيبه، لكن الاثنين اخوات وحبايب وهيفضلوا اخوات وحبايب.